ناس كتير سألتني على موضوع الأضحية هنا في أمريكا، بنعمل إيه في موضوع الأضحية؟ السلام عليكم، إزيكم عاملين إيه؟ كل سنة وأنتم طيبين، عيد أضحى مبارك يا رب علينا جميعا. لسه مخلصين صلاة عيد وأحب أوريكم أجواء عيد الأضحى عندنا. في ناس كتير بتحب تشوف الحياة في أمريكا عاملة إزاي في الأعياد والحاجات دي، فتعالوا نبص بصة كده مع بعض. وزي ما احنا شايفين اجواء جميلة جدا وشعور جميل، وكل الناس جايبة حاجات معاها، الجامع نفسه جايب حاجات، وفي ناس جايبة برضو معاها دوناتس وحلويات وشاي وحاجات زي كده. جو جميل قوي الحقيقة. ناس كتير سألتني على موضوع الأضحية هنا في أمريكا، بنعمل إيه في موضوع الأضحية؟ في مزارع كتير الحقيقة تقدر تحجز خروف من قبليها بفترة وتروح يوم العيد تذبح، سواء تذبح أنت بنفسك وكده، أو وهم بقى يكملوا سلخ وكلام من ده، أو ممكن تروح في يوميها من غير ما تحجز ولا أي حاجة، وتروح في يوميها وتنقي الخروف اللي أنت عايزه وتذبحه. بيواجهك بقى بعد كده مشكلتين، ما بتلاقيش حد اصلا تديله اللحمه دي. الناس هنا في امريكا يعني ما فيش حد محتاج لموضوع الاكل والشرب ده، يعني ممكن تلاقيه محتاج ايجار، محتاج فلوس كاش، لكن موضوع الاكل والشرب معظم الناس هنا بيكون معاها زي حاجه اسمها فود ستامب، زي الحكومه بتدي فلوس للناس طبعا دخلها منخفض جدا، بتدي لهم فلوس يشتروا اكل. المهم مفيش مشكله اكل. الحقيقه المزارع دي بتبقى مش منظمه قوي، مزارع اهالي صغيره، فالموضوع بيبقى مربك الحقيقه، خصوصا في العيد بيكون زحمه جدا، بتضيع اليوم كله هناك، تقطيع الخروف نفسه الكلام ده، وتاخد معاك اكياس، يعني بيبقى موال، اليوم بيروح في الموضوع ده. في ناس كتير بتفضل ان هي تشتري اضحيه في جمعيه من الجمعيات الخيريه زي بنك الطعام المصري. في جمعيات تانية كتير عندنا هنا في أمريكا بيذبحوا في بلاد عربية كتير وإسلامية، مش شرط في مصر، في بيذبحوا في اليمن، في فلسطين، في كده، كل واحد على حسب بلده أو كل واحد على حسب ما يحب. فده بالنسبة لموضوع الأضحية، حبيت بس إيه أوضحه لكم يعني. زي ما احنا شايفين كده بقى الصلاة التانية خرجت والدنيا بقت زحمة. دايما الصلاة التانية بتبقى زحمة عن الصلاة الأولى، الصلاة الأولى بتبقى بدري قوي. بس يا سيدي، ودي كانت اجواء العيد اللي انا كنت عايز اوريها لكم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما بعد الايام في الخير كده ان شاء الله. يلا، سلام عليكم.